قصتنا بعنوان المنعكس. أهلا وسهلا بيكو. قصة النهاردة مختلفة تماما. كنت واقف قدام مراية الحمام الساعة 2 بالليل، بجهز نفسي عشان أنام. كنت بضحك لنفسي في المراية وبظبط شعري. فجأة حسيت إن في حاجة غلط. الهوا في الحمام سقع مرة واحدة، ونور اللمبة بدأ يرعش. ركزت في المراية، لقيت شكلي فيها ثابت. أنا حركت راسي يمين، بس أنا اللي في المراية فضل باصص لقدام. بدأت أترعش، رجعت خطوة لورا. المنعكس بتاعي في المراية مرجعش معايا، فضل واقف مكانه، وبدأ يبتسم ابتسامة عريضة قوي، أوسع من بقي الحقيقي بكتير. طلعت أجري من الحمام وقفلت الباب ورايا وأنا بنهج. قعدت على السرير بحاول أهدى وأقول لنفسي ده تهيؤات. فجأة جالي نوتيفيكيشن على الموبايل، حد بعت لي صورة على الواتساب من رقمي أنا. فتحت الصورة، لقيتها صورة ليا وأنا نايم على السرير دلوقتي حالا، متصورة من زاوية فوق راسي. وبصيت تحت الصورة، لقيت مكتوب: أنا خرجت، خليك أنت جوه المراية مكانك.